الكهرمان وصل يا ناس يا عسل. تعالوا شوفوا بقى معانا الفول الجميل الكهرمان ملك السحور. بص يا جميلة ويا جميل، شوفوا الفول اصفر وجميل ازاي معانا. بصوا انا كنت متعودة بحط كده حرف على المعلقة كده زعفران، بس المرة دي ما حطيتش، حطيت بقى كده شوية جزر. ويلا بقى نشوف هنعمل الفول ازاي. بص بقى تجيبي الفول بتاعك، حاولي تجيبي الحبايه اللي لونها فاتح شويه وتكون وسط كده، لا صغيره قوي ولا كبيره، ولو كبيره برضو مش وحشه، حلوه وجميله. شوفي اي بقى فوله مكسوره، فوله مسوسه، تشيليها كده ونقيها، وما تخليش اي فوله صغيره قوي جدا كده تلاقيها كده زي بتاع الحمام كده، لا دي شيليها. وجيبي بقى عندك بقى اي طبق كده او سلطانيه، وامسكي بقى الفول، اغسليه كده غسلتين كده وسيبيه كده ايه حوالي 10 دقايق على بات ما الميه تسخن، او ربع ساعه كده لما الميه تسخني الميه اللي على النار. جيبي بقى حلتك حطيها على النار، عندك دباسه براحتك، احنا بنعمل ايه في اقل حاجه الحله. بص بقى الفول اغسليه كده مرتين تلاتة بعد ما اتنقع، اغسليه تاني عشان اي غبار عليه تنزل منه، وتروحي جايباه كده اهوت مصفياه وتروحي جايباه، وتكون الميه سخنت كده وتنزلي الفول. هو هيبقى ني خالص، ايوه هيبقى ني خالص. وتشويه معلقتين كده فول مدشوش، وانا بقول لا افتكس كده وحطيتش جزر كده زي اللي بيحطوا، اما اشوف بقى هيعمل معايا ايه. بص خلي الميه فوقيه كده بحوالي ايه، قولي عقلتين كده، عقلتين تلاتة بالكتير يعني. وتجيبي بقى ورقه الفويل، هي دي السر بقى، السر بقى انك اللي هتزودي ميه ولا هتحتاجي ان انت تفتحي عليه كده، خلاص هيستوي معاكي في وقت سريع جدا. مش هتحتاجي، يا دوب هما ساعتين ونص تلاتة بالكتير لو الفولة الصغيرة الناشفة دي. ما دي فولة بس متوسطة كبيرة شوية، دي مش هتاخد معايا ساعتين كده تلاتة بالكتير، مش هتكمل. اول ما الحلة كده تلاقيها اتنفخت معاكي الورقة، وديها بقى على عين صغيرة، وطي بقى هي الورقة هتنزل تاني، وسيبيها بقى، مش هتنزلي مش هتطير لك اي ميه فيه خالص. هاجي بقى كده بص بعد حوالي ساعتين انا كنت حطيته وسبته. بصي عايزاكي بقى تاخدي بالك وانت تفتحي الورقه دي، خلي بالك عشان البخار مكتوم، تفتحيها كده بعيدي شويه ايديكي عشان ايه البخار ده ايه بيبقى مكتوم. وبصوا الميه انا ما زودتهاش وربي ما زودتها نهائي زي ما هي. بصوا الفوله فشرت اهي من كتر ما هي استوت. بص بتبقى الفوله ما فيش، تستوي بسرعه وما بتنقص الميه نهائي، ولا بياخدش منك اي سودات، بسبب ان انت ايه. بصوا انا عليت، بصوا الميه قاعده ازاي، ما جيتش جنبه وربي ولا شفته حتى ايه اللي حصل له. بسيبه كده، انا متعوده بعملها كده من سنين، بس اول مره احط الجزر ده كده. بصوا بقى الميه، بصوا ممكن هتلاقيها خفيفه شويه، بتروحي بقى تجيبي ايه تربطيها بقى. جبت معلقه نشا كده، او ممكن معلقه دقيق، معلقه كبيره كده ممسوحه، مش كبيره مش مليانه للاخر يعني، واضربها بحته ميه صغيره. ولو لقيت الفوله لسه ما استوتش جايباها انت تكون ناشفه شويه، سيبيها على النار شويه كمان، حطي النشا عادي وسيبيها على النار، واقفلي عليها تاني وسيبيها كده شوفيها نص ساعه ربع ساعه، واتفرجي بقى على الفوله بقى تقعد معاكي بقى. لو عندك زعفران بقى ممكن ما تحطيش النشا، هو الجزر اداله لون برتقاني شويه، بس انت ممكن تحطي ايه حته النشا بس، عشان لو شايفه الفوله ايه ان انا ما حطيتش فول مدشوش كتير، يا دوب حاجه صغيره. لو كترت الفول عن كده المدشوش كان هو بقى ايه تخنت مني الميه شويه. بصي بقى تلاقي ايه لفت معاكي بقى الميه وبقت تخينه كده وجميله. وبالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم.